طريقة عمل الكحك. اول حاجة المقادير طبعا هنجيب كيلو دقيق، نصف سمن، ربع كيلو لبن او زبادي. يعني النسبة من واحد نص ربع، واحد دقيق نص سمن ربع لبن او زبادي. اول حاجة طبعا السمن بتكون في درجة حرارة الغرفة، ما بحطش عليه ولا اسم الهوا ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا الكلام ده كله، ده كله هيقلب معايا قرص. فانا بعمل الكحك بتاع المحلات. اوكي، هنا معايا الدقيق، حطيت عليه طبعا الكيلو دقيق، حطيت عليه نص كيلو السمن، وطبعا ذرة الملح دي شيء ضروري في اي دقيق، اي معجنات بتعمليها لازم ذرة الملح. بقلب بقى السمن ما تكونش سايحة، ما تحطهاش على النار، بتكون في درجة حرارة الغرفة. بقلب بقى، بعد كده انا هسيبكوا شويه واقلب بايدي طبعا، مش عارفه اتحكم طبعا بالمعلقه. بقلب الدقيق والسمن الاول وذرة الملح، وبعد كده بقى هضيف الزبادي، ان انا بحيث ان انا الم بيه العجينه، الزبادي او اللبن بلم بيه العجينه. يعني مثلا احتاجت الكوب كامل او ربع كيلو لبن كامل بحطه، احتاجت جزء بسيط منه، يعني حتى لو التمن تمام ما فيش اي مشكله لو انت بتعملي كيلو. اوكي، انا هنا خلصت بسيت طبعا، ممكن تبسيها وممكن ما تبسيهاش، ده كل الكلام ده هو مش فارق ابدا معايا. تمام، المهم ان انا اعجن المكونات مع بعض واشوف هنا جبت الزبادي، اشوف ملمس العجينه هشوفه طبعا قدام. هضيف كوب الزبادي، طبعا الكوب ده بيعادل ربع كيلو، ممكن زبادي وممكن لبن اللي موجود عندك. انا عملت الاحرف بتاعتها بالمعلقه بحس ان هي تنزل بسرعه يعني. هعجن بقى بيها، هو الكوب دوت كفايه جدا. هقلبه طبعا، اكيد طبعا مش هقلبه بالمعلقه، يعني كملت بايدي بعد كده، كملت العجنه بايدي. اوكي، هشوف بقى ملمس العجينه ده المهم عندي، الملمس ده هو اللي هيحدد لي ازود مثلا دقيق، شويه دقيق تمام، ازود شويه سمن صغيرين، لبن صغيرين. المهم ان انا اوصل للملمس العجينه اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي. واول حاجه طبعا ان انا اقطع العجينه ما تمطش معايا، ما تدينيش مطه، يعني ما تدينيش، يعني اقطعها كاني اقطع، بصي قطعتها عامله ازاي، ما ادتنيش مطه، يعني زي اللي هي زي اللي هي اللي احنا بنعملها كده مطه زي مطه القرص كده. لا، يعني هنا بقى لما شفتها لقيتها كوريه كده، لقيتها بتشقق معاكي كده، بتكون محتاجه شويه لبن صغيرين او سمن صغيرين. طب حطيت وجت زايد معاكي ولقيت العجينه، بصي هنا انا زودت شويه لقيت العجينه بقت فيها مطه، ده هنا شويه اللبن الصغيرين اللي انا ضفتهم يعني، لقيت العجينه فيها مطه، فرحت ضايفه لها شويه دقيق عشان اظبط العجينه بتاعتي. اوكي، بص لو تلاحظوا ان انا بفرد العجينه كده بلاقيها مفروله كده من بعضها، بلاقي فيها بصي الحاجات اللي هي مفتحه كده من بعضها، ده كده العجينه تمام. اوكي، ايدي طبعا مش طالع فيها عجين ولا اي حاجه، ده كده يبقى العجنه بتاعتك تمام. اوكي، بقلبها كده تقليبه، بص القطعيه عملت ازاي، قطعت مع بعض يعني كأنك بتقطعي من حلاوه طحينيه كده، بتقطع كده معاكي مش بتمط. اوكي، هكور بقى العجينه معايا في ايديا واحط عليها وهبصمها، تكوريها بالطريقه دي وتروحي حاطه البصمه عليها. بترصيه طبعا الصاج بتاعك مش مدهون اي شيء لان انت حاطه فيه سمن بكفايه يعني. بتحطيه بقى على رف البوتاجاز اللي هو الصاج اللي تحت دوت، اللي هو مش على الصاج مباشرة، يعني على اول واحدة كده. اول بقى لما يتحمر القاع بتاعه كده، الارضية بتاعتها هتطفي وتولعي اللي فوق. انا ما لحقتش اصوره يعني بعد ما طلعته، فهو هيكون بالشكل دوت يعني. انا حاولت انفض لكم كده السكر بودرة، اللي هو لما تكون القاع بتاعها بالشكل اللي انت شايفاه دوت. وهنا برضو الطبعة زي ده كده، بتروحي بقى طافية اللي تحت ومولعة اللي فوق. والطبعة هنا ما راحتش طبعا علشان طبعا احنا ما استخدمناش ولا بيكنج باودر ولا خميرة ولا الكلام ده كله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.